الراجل اللي ما يقدرش يتحمل مسؤولية بيت وأسرة ومعيشة بلاش ياخد الخطوة من الأول ويتجوز. والست هكذا، اللي مش قادرة تتحمل مسؤولية بيتها وأولادها وتربيتهم، وإنها تقدر تطلع جيل على الأقل يعني عارف دينه وعارف حياته، بلاش هي كمان تخوض التجربة وتتجوز. أنا النهاردة الفيديو بتاعي لا بتكلم على الرجل بعينه ولا الست بعينها، لان زي ما في هنا زي ما في هنا، لا نقدر نحط المسؤولية كاملة على الراجل ولا نقدر نحط المسؤولية كاملة على الست. الاتنين مشتركين مع بعض. فبجد دي حقيقة، انا شايف نفسي انا مش قادر اصرف او مش بحب اصرف، هجيب عيال وخلاص هأذيهم، مش هقدر اعتني بيهم، خلاص بلاش اعيش بطولي وبدماغي، واكل واشرب زي ما انا عايز، اخرج زي ما انا عايز، ومش مسؤول عن حد. وهكذا اي واحدة فينا حاسة انا لسه غير مؤهلة ان انا اتجوز، لسه غير مؤهلة ان انا اربي طفل، مش بربي قطة باكلها وخلاص واشربها، بربي طفل، بربي دين، بربي عقيدة، بطلع جيل في اخلاق، في تربية، في حاجات اساسيات لازم نبنيها. لو لسه حاسة ان انا مش قادرة ان انا اعمل كده، برضو ما اخدش التجربة. ليه؟ عشان ما نظلمهمش في الاخر، لان في الاخر هم اللي بيتظلموا، وهم اللي بيتحملوا النتيجة، وهم اللي بيطلعوا في المجتمع واجهة غير صالحة لانها تقدر تبني بعد كده او تقدر تربي بعد كده، لانها ما خدتش حاجة، ما حدش يهتم بيها. فبلاش يا جماعة نبقوا أنانيين ونحس ان احنا عايزين نعمل كل حاجة، وفي الاخر غيرنا هو اللي يتظلم. كل واحد فينا يعيش حياته، والطرف تالت خالص هو اللي يشيل النتيجة. أنا شايف نفسي قادر وقد المسؤولية، وقادر أبني، وقادر أربي، وقادر أتحمل، والأرزاق على الله، أتوكل على الله. مش قادر، بلاش نظلم حد معانا عشان النتيجة ما تبقاش سيئة زي كل اللي احنا بنشوفه في الوضع اللي احنا فيه ده.